مساء الخير. طبعا مفيش حد ما اتكلمش على موضوع الاعفاء الجمركي بتاع الموبايل بتاع المغتربين في الخارج وان اتشال الاعفاء، وان بعد كان 3 سنين ما بقاش في اعفاء وهم 90 يوم قاعد اجازه 3 شهور. والله لو عايز تقعد تاني او اجازتك طويله شويه ابقى روح جدد، ما فيهاش مشكله. طب ايه النهارده الحل لو المغترب ده هو واهله وعيلته عايشين بره وقرر ان هو هيستقر في مصر؟ هتدفعوا العيله كلها بقى الجمارك والقصه دي؟ يعني الموبايلات اللي هم هينزلوا بيها ما حدش قال، ولكن هم برضو لقوا حل لطيف قوي للموضوع ده، ان انت ممكن تقسط. يعني كان في مقترح ان انت تقسط الجمارك، يعني ده هزار، ده اسمه هزار. الحقيقه برضو انا يعني موضوع الموبايلات مش الموضوع اللي انا ممكن اتكلم فيه او ان هو يضايق. هو يضايق طبعا، ولكن هقول لحضراتكم مثال بسيط جدا. كان في حد محترم على اكس منزل تويته طويله كده شويتين، كان بيتكلم على ان هو بقاله 25 سنه بره. بعد كده ابنه او بنته جاب 98% ومعرفش يخش صيدله ودخلوا جامعه خاصه، ونفس الموقف تكرر مع ابنه او بنته التانيين. يعني فقال لك احنا النهارده يعني ريحناكم مننا، وعياله طول عمرهم بيتعلموا بره، ما كلفناكوش حاجه وما زهقناكوش في عشتكم ومع ذلك انا ابني النهارده جه يخش الجامعه ب 98% ما عرفش، وابو 70% الساده الضيوف اللي عندنا الوافدين دخلوها، مع ان عنده استعداد يدفع برضه، ما كانش عنده مشكله، ودخلهم جامعه خاصه ودفع اضعاف او دفع ضعف اللي البيبي يدفعه في الجامعه الحكوميه، يعني ما فيهاش اي مشكله. فالنهارده لما بنيجي نتكلم عن المغتربين في الخارج، القصه مش قصه موبايل، والله القصه قصه قدرني، القصه قصه يعني راعيني. انا متغرب مش معنى ان انا متغرب ان انا بغرف وموجود عندي وفي بير فلوس وان انا قاعد على تل فلوس ما بيخلصش، وكان الناس طلعان عينها. عارف قرار التليفونات اللي انت خدته ده متوسط رواتب الناس كام في الغربه؟ اقسمت لك بالله في ناس شغاله ب 1800 ريال. عارف نومتهم شكلها ايه؟ بتبقى غرفه ما تجيش 2 متر ونص في 2 متر ونص، فيها 4 سراير دورين. عارف بياكلوا ايه؟ شفت ناس قدام عيني فطارها وغداها وعشاها فول وتميس. عارف ان بيجيب التليفونات هنا من تابي وتمارا بالقسط وبسعر الكاش؟ المغترب مش بيعبي فلوس في شكاير، المغترب طلعان عينه، المغترب محروم من اهله، المغترب محروم من نومته ولقمته، المغترب محروم من دفى بلده. بس اتغربنا بالعافيه، مفيش بديل، عايزين نعيش، فما تضايقوهاش علينا. الله يبارك لكم. ما ينفعش نبقى مضحوكه قدام الدنيا كده وقدام العالم. بلدنا جميله، يعني تليفون ملوش اي 30 لازمه ان انت تمسك لي فيه. خد لك 1000 ولا 2000 جنيه على كل واحد جايب تليفون، وسميها اي حاجه شوها، ده دعم البلد. احنا موافقين، بلدنا يا عم الحاج، بلدنا، ما تضايقوهاش علينا. الناس شقيانه والحياه بره مش رخيصه. يعني هو لو واحد مسافر بمراته وعياله، لا بيدفع برضه، بيدفع تعليم، بيدفع اقامات، بيدفع اكل، بيدفع شرب، بيدفع علاج، بيدفع كل حاجه. فهو يعني مش قاعد يعني على تل فلوس. فالنهارده حتى الجامعه، وده اللي اتكلمنا فيه قبل كده، وكان قبل كده في مناشده ان رفع نسبه قبول في الجامعات بدل 5% خليها 10%. فقصه مش قصه موبايل، قصه التعامل بشكل عام. النهارده لما طلع كان في مشكله وفي نقص عندنا في الكوادر الطبيه، رئيس الوزراء طلع قال لك يعني ان الاطباء المصريين يعني مصدر من مصادر العمله الصعبه، دخل العمله الصعبه، وان كلها كام سنه ويطلع لنا خريجين جداد. المشكله هنا في المبدا ان احنا وسيله او ان احنا مصدر، لكن احنا المعامله كمواطن. وانا هنا بقول احنا لان انا بتكلم على مصريين، اللي هو احنا كلنا واحد. انا لا مغتربه ولا عندي حد مغترب ولا عندي حد بيشتغل بره ولا حد بيتعلم بره ولا اي حاجه من القصص دي. فعشان بس ما حدش يقول انت متضايقه اصل مش، لا انا بتكلم احنا كمصريين اللي هم قاعدين بره. احنا جوه بس احنا مصريين في الاخر. فانا كبني ادم مصري او مواطنه مصريه لما الاقي ده بيحصل لهم يعني ما خير يعني. ما انا اعرف ناس برضو عايشه بره وحياتهم يعني ربنا ييسر لهم الحال. مش هقول لك قاعد تعبان، هتقولي تعبان طب قاعد بره ليه؟ اديله المقابل. طيب يعني هو ممكن يكون قاعد بره عشان يوفر لنفسه حياه كريمه، مش لازم حياه يعني ورفاهيه وحاجات كتير قوي، ولكن حتى لو ده طب مجهوده وبشغله عادي يعني. ما الساده الضيوف اللي قاعدين عندنا وقاعدين في مصر عشان حياه كريمه برضو نفس القصه. يعني هو ما لقاش ده ولقى فرصه بره فطلع. مش معنى كده ان احنا مصدر او ان احنا وسيله او ان احنا سلعه
لتوفير العملة الصعبة. فالنهاردة لما تيجي عندنا 14 مليون مواطن مصري بيعملوا بالخارج، ال 14 مليون دول بيخش لك من وراهم 37 مليار دولار، وعندنا قصادهم حوالي هنقول 10 اللي بيتكلموا عليهم دايما 10 مليون ضيف قاعدين في مصر، بنصرف عليهم من 10 ل 14 مليار دولار. شايف الفرق؟ يعني انتوا شايفين الفرق؟ ان انا عندي 14 مليون هنا دول بيدخلوا 37 مليار، وعندي 10 مليون هنا بيتصرفوني 12 مليار، ومع ذلك دول قاعدين ويشتري ويعمل ويسوي، واللي قاعد بره حتى الموبايل بتتكلم عليه. 5% نسبة قبوله في الجامعات المصرية. فالفكرة ما بقتش موبايل، الفكرة مش فكرة يعني لا خالص مش موبايل، الفكرة فكرة ان انتوا بقيتوا باصين للمصريين في الخارج نظرة هي هم نفسهم ما بقوش قابلينها، وجاي في الاخر بيتكلموا على موبايل. وسويت بينه وبين اللي داخل مصر السياحه، يعني المصري المغترب سويت بينه وبين اللي داخل مصر السياحه، حتى السياحه اتضرت. يعني كان في عبد المنعم امام تقريبا عضو مجلس نواب كان بيتكلم ان هو ليه صديق سعودي موبايله اتقفل، قطعوا عليه الخدمه، شكرا صباح طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ هتكسبوا من ورا الموضوع ده كام؟ قال لك عشان حمايه المنتج الوطني. ما عندناش اي مشكله، الحاجات اللي بتتصنع في مصر اغلى من بره، اغلى من بره. يعني انت النهارده هتوفر لي، لا ما بتوفرليش، اغلى من بره. فالنهارده انت حتى السياحه بتضربها. الناس اللي بره طبعا في ناس طالعه بتلوم على المصريين بيقولوا خلاص مش هنحول فلوس. يعني انت ربطت حبك لبلدك بانك هتمنع تحويلاتك من الدولار لمصر عشان بتعاقبها عشان حته حديده، وعامل لي فيها وطني وبتحب بلدك، وربطت حبك لبلدك بحته حديده. من حقك ومن حقي ومن حقنا كلنا ان احنا نعترض على القرار، بس مش لدرجه انك تقول اصل انا همنع تحويلات وكأن تحويلاتك دي انت بتمن بيها على مصر. لا، تحويلاتك دي بتوصل لاهلك، التحويلات بتاعتك دي اهلك اللي بيستفيدوا بيها. مش حد يسخنك، انا زيك معترض على القرار، وان شاء الله يكون في تعديل واستثناء، بس ما تخليش حد يحركك. مش حته حديده هي اللي تخليك تعادي بلدك. فانا معترض زيك على فكره، وانا طلعت في كذا فيديو وقلت ان المغتربين نفسهم لازم يكون ليهم استثناء، لان القرار ده اصلا معمول عشان خاطر التجار اللي بيستفيدوا من رحلات الحج والعمره والكلام ده، لان في ناس فعلا بتعمل شغل مش كويس. مجلس النواب اصلا عامل جلسه عشان خاطر الموضوع ده بالذات. افصل حبك لبلدك واهلك وناسك عن اي حاجه تانية. معلش مع احترامي لكل الناس يا جدعان، دي حته حديد. انا بحس من الكلام ان كل واحد هينزل ب 40 50 تليفون، او ان الواحد بيغير تليفون كل 3 4 سنين. انا عارف انك ممكن تكون عايز تنزل مثلا مصر جايب هديه لابنك او بنتك، وده انا قلت ان المغتربين من حقهم طالما مساهمين في الاقتصاد المصري عموما، ربنا يعديها على خير، واكيد هيحصل تعديل ما تقلقوش. انت ما تحط نفسك مكانه، لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتعلم ولا بتتعالج لو اسرتك بره يعني، ومثلا ليك اب او ام او بتحول يعني فلوسك هنا على مصر، وهو دي كل علاقتك بمصر ان انت بتحول الفلوس، عندك شقه عندك بيت، لكن حياتك كلها بالكامل بره. يعني ما بتكلفش الدوله لا تعليم ولا علاج ولا اي حاجه، ما تكلفهاش حاجه. وفي الاخر تيجي تساوي بيني وبين السايح اللي داخل 3 شهور مديله فتره سماح 90 يوم، وبعد كده نلاقي فيه مقترح تاني يقول لك انا قسط لهم الجمارك. ما يعني احنا جوه يعني الحمد لله وبنتحمل تكلفة وضريبة الإصلاح الاقتصادي، وهم بره بيتحملوا معانا. وأكتر من مرة رئيس الوزراء يطلع يشيد بدور المصريين وتحويلات المصريين. طب فين المقابل المعنوي حتى؟ فالموضوع مش موبايل، ده أبسط حاجة في القصة دي الموبايل، ابسط حاجه فيها الموبايل. وطبعا الناس اللي بتلوم على الناس اللي طالعه تقول مش هنحول ومش هنعمل، حط نفسك مكانه. وطبعا الاخوان يعني ما خلوش، الاخوان ما صدقوا، وللاسف احنا بنديهم الماتيريال، بنديهم الادوات اللي يطلعوا يخبطوا فينا بنفسنا. احنا اللي بنعمل ده في نفسنا. زي ما كان برضو هزيم امبارح بيتكلم على مسلسل بتاع احمد السعداني اللي بيتكلم فيه ان حد عايز يتبرع وحد مش عارفه ايه، فراح جايبين بقى ايه سوداني مسكين يا عيني وحاطط الكانيولا في ايده والمحلول ماسكه وهو ده اللي هيتبرع، وبيتكلموا على تجاره الاعضاء. وده هو احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ حقيقي يعني سيبكم بقيت مثلا المسلسلات اللي انتوا فارضين علينا، ابو لسان معوج وام لسان معوج واللي اللهجه رايحه في 60 داهيه ومش فاهمين منهم حاجه، او اللهجه باينه قوي انهم مش مصريين وفارضينهم علينا فرض ولا قبول ولا كاريزما ولا فن ولا اي حاجه يعني، وفارضينهم علينا ليه؟ انا مش فاهمه. لا ده انت كمان بتدوهم ماتيريال وجايبين لنا يعني السوداني المسكين يعني اللي هيتبرع انتوا بتعملوا كده ليه؟ اذا كانوا هم نفسهم كانوا بيستغلوا الموضوع ده وقت الهوجه بتاع التبرع بالاعضاء، مش تبرع بتاع تجاره الاعضاء، وكانوا بيقولوا خدوا بالكم يا سودانيين مصريين، خدوا بالكم تخشش مستشفى مصري، ولو دخلت مستشفى مصري يبقى معاك حد وخد بالك. فانتوا بتدوهم الماتيريال، بتدوهم ادوات ان هم ازاي يخربوا لنا البلد او ازاي يستغلوا الموضوع ده ضدنا. ما هيستغلوا لقطه في مسلسل خايب او اللقطه الخايبه تطلع ضدنا.
طب ليه انتوا بتعملوا كده؟ ليه قرارات بتخلي المصريين والاخوان يستغلوا ده، وانتوا اللي بتعملوا كده، انتوا اللي بتقولوا لهم اتفضلوا جايبين لكم هديه زي الفل اهو اتفضلوا، والمصريين تعبانين لا عارفين يدخلوا ولادهم جامعات زيهم زي الساده الضيوف اللي موجودين عندنا. وبالنسبه للساده الضيوف يعني انا مش عارفه ايه اصرار البعض ان هو يقولوا لي يعني ما جبتيش سيره ان اتقال عليهم البركه. بركة ايه؟ هو انا لازم كل كلمة اطلع اقولها؟ ومع ذلك انا علقت على الموضوع وقلت النهاردة لو دول البركة في مصر ما جابوش البركة لبلدهم ليه؟ ده الا ما في حد جاي لنا بلده فيها بركة. ده اللي جاي هربان من فقر، ده اللي جاي هربان من حرب اهليه، ده اللي جاي هربان من ارهاب، ده اللي جاي كلهم جايين هربانين. فواضح ان البركه بتاعتهم يعني لا نفعت بلدهم ولا نفعتنا، احنا ما شفناش من وراهم خير يعني. ولكن في ناس كده او في البعض بيحب ان انا اتكلم في كل حاجه، مع انه والله ببقى متكلمه في كل حاجه وتقريبا ما بعديش حاجه، ولكن لازم افضل اتكلم فيها. يا جماعه سيبكم الكلام ده كله، احنا عندنا مشكله كبيره في الموضوع ده، والمشكله الاكبر ان المغتربين المصريين حتى على المستوى المعنوي ده يعني مش حلو والله ما حلو يعني. فارجو ان انتوا احنا ما بنتكلمش في موبايل ودي ابسط حقوقهم. احنا يعني احنا ما اتكلمناش عن السفارات وتعامل السفارات، في حاجات كتير قوي ما اتكلمناش فيهم، ولكن ابسط حقوقهم موبايل يجيبوا البنت والابن ويعمل اللي هو عايزه هو وعيلته، ده ابسط حاجه. ولكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. وزي ما بنقولها دايما ربنا يحفظ مصر وجيشها ويحفظكم ويسعدكم جميعا يا رب. أرضي وأنا حر فيها، ولا تلومن إلا أنفسكم.